السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين من كل مكان بتشوفوني. يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم رانيا من قناة بيتش ومطبخي سر سعادتي. وقبل ما نبتدي الفيديو لسه ما اشتركتوش في القناة، انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو بتابعوا الفيديو للآخر لو عجبكم وهتنسوني في اللايك وكومنت حلو يفرحني كده ويسعدني. النهارده بقى انا اسفه بجد على التاخير اللي فات ده في البدايه كده. النهارده رجعت لكم في يوم جديد وفيديو جديد، بس في قبل ما ابتدي الفيديو بجد انا بتاسف لكم ان انا بقالي اكتر من اسبوع مش بصور. ليه بقى؟ فغصب عني، انتوا عارفين ان اختي كانت في عمره، وانا كنت قاعده انا وماما باولادها، فما ينفعش طبعا ان انا اصور في بيت حد من غير ما استاذنه يعني. دي حريه شخصيه. فانا عمري ما بروح عند حد واصور يعني وهو مش عايز يصور. فطبعا لا هي حريه الاختيار، ما حبيتش ان انا اصور عندها. فانا لسه راجعه من عندها امبارح، وطبعا هوريكم الهديه اللي هي جابتها لي من عمره وكده. عمره مقبوله ان شاء الله. تقبل منا ومنها باذن الله، صالح الاعمال. ويا رب يكتبها لنا انا وانتوا باذن الله. واحب اقول لكم انتوا وحشتوني جدا 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 بجد، واسفه على التاخير. هوريكم بقى ده الفيديو بقى النهارده ده. يعني هو فيديو مشتريات وفيديو هدايا مع بعض. فانا بقى طبعا لسه راجعه امبارح والله، يعني ما خدتش نفسي كده، خدت شاور وارتحت شويه. وقلت اصور لكم الفيديو بقى ده اول ما صحيت الصبح كده النهارده، عشان عايزه انزل لكم الفيديو في نفس اليوم. هوريكم الاول الهدايا اللي اختي جابتها لي. يلا بينا. بصوا بقى، جابت لي صراحه حاجات انا كان نفسي فيها، كنت بحبها جدا. اهم حاجه في الهدايا دي كلها ميه زمزم. ميه زمزم جميله جدا، هقرا عليها قران قبل ما اشربها. مش هشربها كده على طول يعني، لا. وجابت لي مبخره، بصوا دي جميله قوي. بصوا كان نفسي فيها وانا فعلا ما كانش عندي. كان نفسي في مبخره عليها اسمه ايه ده؟ الفلامينجو، او عليها فلامينجو، عليها رسمه الفلامينجو. واحط هنا بقى هنا الفحم والبخور على الوش كده. شكلها بصوا جميل ازاي. وجابت لي للجسم كده، لوشن للجسم بعد الحمام. انا عندي، بس هي جابت لي ما رضيتش اكتفها يعني. هي كانت جايبه كميات يعني. وجابت لي حنه، انا بحب اعمل حنه لشعري سعيد. دي حنه من هناك برضو. وجابت لي بقى هديه جميله قوي عليها اسمي، مصليه. بصوا جميله ازاي، هوريكم بقى اسمي عليها بالسبحه بتاعتها. دي شنطتها دي شنطه المصليه. وده سوره الكهف بتفسيرها يعني، قطيفه. ودي السبحه. بصوا السبحه جميله ازاي. بصوا المصليه نفس لون السبحه، عليها اسمي. بصوا جميله اسمي اهو. بصوا السبحه نفس اللون، لايقه عليها، جميله قوي. اسمي مطبوع رانيا. جايبه برضو لكل واحد من ولادها مصليات كده او لاصحابها يعني. اهي. انا فرحت بيها بقى، عجبتني، والسبحه كمان عجباني قوي. انا فرحانه بيها ان هي على اسمي يعني. مصليه على اسمي، اروح اي جامع بقى او اي مسجد اصلي اخدها معايا، مش هتوه مني ولا حاجه. بس بقى هنيجي بقى ايه عند مشترياتنا. انا بقى النهارده قررت اني اجهز نفسي. ولقيت مشتريات بجد جميله، بس في حاجات الاول هوريها لكم. دي من منشيه، مش من المحل اللي انا هقول لكم عليه. يعني المعلقه دي اسمها جرانيت عشان منقطه كده، بس هي معلقه سيليكون. عجبتني عشان سودا. يعني لما اجي اعمل اكل في كركم في صلصه كده. عندي واحده بينك، بس البينك بتعلم، لكن دي عشان سودا مش هتعلم ولا حاجه. دي ب 35 جنيه، بس دي من منشيه. وجبت الصينيه دي. الصينيه دي ب 25 جنيه، عشان عليها رسمه في بقى الساده، بس ما كانش موجود الساده. وانا كان عاجباني الرسمه، الثلاث بنات كده كل واحده ستايل يعني، لابسه ستايل مختلف. اللي عامله شعرها كيرلي واللي عاملاه ليس كده يعني. فكنت عايزه الصينيه دي، كنت محتاجاها. دي ب 25. هو بيقول كان عنده الساده ب 20 من غير رسمه، بس ما كانش فيه يعني. وكنت انا جايبه اللي هي الليفه دي سيليكون. فجبت بقى الحمد واحده زي، عشان ايه ما بقاش انا لوحدي يعني، انا بقى يبقى انا وهو زي بعض. بس هو ما لقيتش بقى ايه غير الاخضر. قلت بقى مختلفين، يبقى هو عارف بتاعته خضرا وبتاعته موف. هو ياخد اي واحده عادي يعني. الليفه دي ب 15 جنيه، تصدقوا والله رخيصه قوي. اهي. الموف اطول، مش عارفه مقصروها ولا ايه. يلا مش مشكله. يعني كنت جايبه الموف دي الاول وبعدين الخضره. الموف طلعت اطول، مش مشكله. حلوين يعني، واحده ب 15 جنيه. في محل بقى هنا عندنا في العجمي اسمه اولاد عجميستا، ده ليه صفحه على الفيس على فكره.
المحل ده. يعني انا ما بشتريش منه غير لما بشوف كده وانا قاعده على الفيس بلاقيه منزل عروض. فالاول جبت منه جاكيت كده جوخ، عجبني يعني. اسعاره بصراحه جميله جدا، والجواكت جوخ دي انا بحبها جدا خصوصا في الشتاء يعني. فانا رحت اجيب واحد جبت اتنين، لقيت الواحد ب 210 كان عليه عرض يعني، فخدت اتنين. انا بجد بحتاج الجوخ ده قوي في الشتاء وانا برتاح فيه. مش هوريلكم بقى دلوقتي غير وانا لابساه، يعني هوريكم كده من غير لبس، لكن مش هقيسه غير مع الطرحه بقى والستايل كامل هيبان. بصوا ده واحد اهو، ولونه كمان عجبني. كان في واحد رصاصي، واحده تانية خدته لان انا عندي رصاصي كتير، فجبت اللون ده وجبت اسود. ده الواحد ب 210 مع الطرحه بقى كده واللبس بيبان اكتر، واضح كده. ده الواحد ب 210. لما بلاقيها بقى تنزل عروض مشتركه عندها اسمه اولاد عجمستا، لما بلاقيها بتنزل عروض حلوه بروح اجيب. هي ليها فرعين، فرع في الهانوفيل وفرع تاني في البرجين اللي هو عند خفاجه كده. بس بجد لقيت عندها عروض جميله قوي. ده الاسود كمان شيك. انا اول ما شفت الاسود خدته على طول، بس كنت محتاره بين الرصاصي والزيتي. خدت الزيتوني، قصدي خدت الزيتوني وقلت الرصاصي عندي زيه كتير. لكن الاسود ملك اللبس بصراحه، بحبه جدا وبيليق على اي لبس. انا كده بوريه لكم يعني ايه من غير ما اقيسه، لكن لما اقيسه هيبان بقى في اللبس مع الطرحه بقى والميك اب وكده. جبت الاتنين دول، الواحد ب 210 بس. ونسيت اوريكم بقى بقيه الهدايا اللي اختي كانت جايباها لي. الطبق ده من عندهم ب 10 جنيه، بس اختي بقى كانت جايبه لي شويه مكسرات كده، وده تمر محشي لوز ومتغطي بالشوكولاته، بس طعمه تحفه. ده اي حد بصراحه يروح اخليه يجيب لي منه على طول. ده تمر، ده مش شوكولاته، هو تمر ومحشي لوز ومتغطي بالشوكولاته من بره، ودي شوكولاته دي برده باشكال بقى مختلفه، ودي برده شوكولاته. وجابت لي شويه مكسرات كده مشكلين. فانا بقى بصراحه في الشتاء خصوصا بحب ايه، وعندي التلفزيون قدام السرير كده في اوضه النوم، فانا بحب بقى طول الشتاء بقى اقعد اتسلى كده قدام التلفزيون وانا قاعده على السرير. وساعات بقى بحط الفطار بتاعي هنا، احط كوبايه، احط سندوتش، احط بيضه هنا. فانا اشتريت الطبق ده من عند اولاد عجميستا، ده اللي انا بقول لكم عليه. الطبق ده بقى ب 10 جنيه. الطبق البلاستيك فيه منه كل الالوان، بس انا بقى كنت عاجبني لون البيج ده، كان فيه منه الاورنج بقى والاخضر وكل الالوان يعني، ولبني وكده. بس فانا بقى ايه كنت جايبه اساسا يعني للمكسرات وانا قاعده قدام التلفزيون في الشتاء. انتوا عارفين الواحد ما بيحبش يقعد بقى ساكت كده، احب اتفرج على التلفزيون وانا قاعده على السرير، واحب اتسلى. لا بشويه مكسرات، لا مثلا الصبح وانا بفطر ساعات بحب افطر في السرير واتفرج على التلفزيون الصبح، ببقى مكسله كده اقوم على طول يعني، اروح اسال لي بيضه مثلا وقطعه جبنه وكوبايه شاي ورغيف ولا حاجه. فانا بحب بقى ايه بدل ما اشيل صواني وكده، لا انا قلت الطبق ده هينفعني افطر بيه. دي بقيه الهدايا اللي اختي كانت جايباها لي. والطبق ده بقى لسه جايباه من عندهم برضو، ده ب 10 جنيه الطبق ده. وفي حاجات تانية بقى ايه برضو هوريها لكم ماما، بس الباسكت ده لماما مش ليا عشان انا عندي. ده الواحد ب 10 جنيه برضو. ماما كانت طالباه مني يعني، فكانت عايزاه فجبت لها اتنين. ده الواحد ب 10. وايه تاني، دي بقى مبشره كده بلاستيك. انا بصراحه الحديد كمان بيصدي وكده، فعندي واحده ستانلس مش وحشه، بس انا قلت اجيب دي بلاستيك يعني مش هتصدي ولا حاجه. دي ب 12 ونص. هقول لكم العنوان بالظبط لو عايزين تعرفوا، قولوا لي لو عايزين رقم التليفون، هو على الفيس ليه صفحه على فكره. وعنده بقى ايه الحاجات دي جميله قوي للتلاجة. يعني احنا كنا بنجيب اللي هو المنظم للتلاجة، كان صغير الواحد ب 10 او ب 12 ونص. الواحد بس عندها ب 12 ونص، لكن ده قد اتنين، قد اتنين ده ب 12 ونص برضه. فاتفاجئت بالسعر بصراحه. فانا في حاجات جبتها ليا وجبت لماما برضه زيي. هوريكم بقى ايه الحاجات بتاعتي، وماما برضو جايبه لها زيي، فمش هوريكم بقى ايه حاجتي وحاجه ماما، لا انا جايبه يعني كميات. جايبه اتنين ليا واتنين لماما من ده. يعني ده الواحد بس ب 12 ونص. احنا كنا بنجيب المنظم اللي هو الصغير ده، انتوا عارفينه طبعا، في ليه ايد وفي من غير ايد. فكنا بنجيب بقى المنظم للتلاجة اللي هو الصغير ده، الواحد بس ب 12 ونص، لكن ده كبير قد اتنين ب 12 ونص بس. فبصراحه كان رخيص جدا وجميل عجبني. عامل فكرني بقى ايه بسبت الفاكهه اللي هو عند الفكهاني اللي هو بس ده غنطوط شويه يعني مش كبير قوي كده. فده انا قلت اجيب واحد للفاكهه وده للخضار، وعندها كان نفس الالوان، بس انا ما حبيتش اجيب نفس الالوان يعني، قلت لا اخليهم مختلفين، اخلي ده للخضار مثلا وده للفاكهه كده. وياخد بقى ايه درج، مش درج، ياخد رف في التلاجة. الاتنين دول لما احطهم كده في رف هياخدوا الرف كامل، وفي نفس الوقت ايه يعني مش هيكسروا الرف ولا حاجه، لا هما مقاس الرف كده بالظبط.
وسعرهم حلو جدا يعني ب 12 ونص جمال. هو الكيسه بتاعته اهو، هوريكم برده ايه العنوان والكيسه بتاعته عشان تبقوا عارفينه. هو ليه فرعين. الجاكيت الجوخ ده انا كنت جايباه من الفرع اللي في لانوفيل، هبقى اقول لكم العنوان في اخر الفيديو بالظبط. لكن البلاستيك ده كان من فرع الورديان عند خفاجه. وجبت ايه تاني كمان، وجبت ثبت الغسيل ده. ثبت الغسيل ده كنت شايفاه بره ب 170، عارفين كان عليه عرض بكام؟ ب 85 جنيه. والله انا ما صدقتش. انا عندي واحد في اوضه النوم متجوزه بيه، بس بقى ده هينفعني في ايه؟ في اوضه الضيوف بقى او اوضه الاطفال يعني. وممكن برضو ايه يعني هيبقى تحت ايدي اروح الم الغسيل في المنشر احط فيه كده، هيبقى خفيف يعني. لكن التاني حطاه في اوضه النوم مش بيتحرك. وكنت ده ب 85 جنيه، وشفته بره والله ب 170. وجبت الشماعات دي، كان عندي شماعات اتكسرت، اوريكم بقى اهو الثبت اهو. انا كان عندي شماعات كتير بقى بتتكسر كتير مني بصراحه، فجبت يعني الواحده فيها 6، جبت 4. في واحده انا فتحتها يعني كان لونها احمر، جيب 17 ونص. والله كنت جايباهم ب 20 فلقيتها ب 17 ونص، جبت 4. في واحده فتحتها واستخدمتها يعني علقت فيها هدوم، ولسه بقى هفتح دول واعلق برضو لان الشماعات عندي معظمها كلها اتكسرت، ونوعهم الحلو بصراحه مش وحشين يعني. الستة كده كانوا ب 17 ونص. ودي مصفى للرز جبت لماما زيها بس بامبي، دي ب 10 جنيه، دي ب 10 زغنططه كده، عشان ساعات بعمل كوبايه رز واحده يعني، فانا عندي واحده كبيره شويه، فانا عايزه واحده زغنططه كده مش كبيره يعني تصفي الرز. دي ب 10 جنيه دي. وده كان مش عارفه ب 10 او ب 12 حاجه زي كده، تقريبا ب 12 ونص او 12 ونص. ده برضو قلت اعمل اي عصير ولا حاجه، عصير ليمون، عصير جوافه في بذر، فانا قلت اصفي فيه العصير حلو قوي ده. دي ب 12 ونص. وجبت ايه كمان، والبوله دي ب 15، بوله كبيره كده تنفع برضو لاي حاجه ب 15. وجبت كمان والثلاثه دول هما بيقولوا عليهم جيلي، بس هما يعني مش جيلي. انا قلت اعملهم من السلطات بقى، انقع فيهم فريك، انقع فيهم اي حاجه كده، هما حلوين للسلطات يعني. مش شرط جيلي، ممكن تعملي فيهم جيلي برضو، بس انا مش هعمله من الجيلي. او فورمه رز بقى كده عندك ضيف ولا حاجه، ممكن تعملي فيهم فورمه الرز وتقلبيها كده. الثلاثه دول ب 10. اسعار بصراحه، اسعار زمان رجعت تاني ولا ايه؟ لقيت البيت بجد يا جماعه مش بيخلص يعني. انت بجد مهما تجيبي في البيت، انا في حاجات عندي وبرده لما اروح الاقي في حاجات تاني محتاجاها تاني، فالبيت ما بيخلص. الواحد كان قبل ما يتجوز بقى ايه يعني، خلاص انا بقى كنت عامله مج لنفسي ومعلقه لنفسي وطبق لنفسي، انا من دول ما حدش ياكل فيهم. الطبق المج ده بتاعي ما حدش يشرب فيه، دي معلقتي. لكن خلاص الواحد لما بيتجوز بقى بتشربي من اي مج بقى قدامك، تاكلي بالمعالق اللي قدامك. البيت بقى مسؤوليه برضو وحمل. والشفاشق البلاستيك دي دول ب 10 برضو. نرجع بقى لمشترياتنا تاني. الاتنين دول ب 10 حلوين بقى ان هم بلاستيك. وانا في رمضان ساعات بنقع بلح بتاع تمر هندي، اسمه ايه ده، قمر الدين. ساعات ببقى محتاجه كده حاجه احطها في التلاجة. فانا الشفاشق الازاز بتبقى كبيره، والازاز برضو ساعات بتبقى كبيره وتقيله ملاش مكان، فده على قدي بقى كده ايه في رمضان اعمل قمر الدين، اعمل بلح، يتبقى لي شويه عصير كده ولا حاجه، احطه في الشفشق ويبقى متغطي واحطه في التلاجة. هيبقى ليه ايه يعني، هيقدر ينفع يدخل التلاجة عادي، حجمه كويس يعني. ميه برضو هينفع. والاتنين دول برضو لقيتهم صغيرين ينفعوا كده في اي حاجه. الاتنين دول ب 10 جنيه، الواحده ب5. انا كنت جايبه 2 بني و2 اخضر، بس انا بدلت مع ماما بقى، قلت بدل ما اخد الاتنين نفس اللون، قلت لا انا واحده وهي واحده، وهي برضه هي نفس الحكايه، واحده وانا واحده. ودي انا كنت جايباها زي واحده زيها لونها بينك كده او بامبي ب 35، دي ب 15. دي تنفع برضو ايه في المطبخ، تحطي فيها اي حاجه وانت واقفه تنضفي خضار، ترمي فيها كده الخضار عشان ما ترميش في الارض، جميله. جبت لماما واحده بامبي عشان عندي بامبي، فخدت دي ب 15 جنيه الواحده، هو منزل عروض يعني. وايه تاني، وجبت مساحه كده للحمام، ودي مكنسه ب 12 ونص الواحده، دي ب 12 ونص ودي ب 12 ونص. مساحه يعني على طول بيتكسروا عندي المساحات دي، مش عارفه ليه. والمكنسه برضو بحتاجها على طول دايما اكنس بيها السيراميك البلكونه كده يعني. فانا عندي بس جبت واحده احتياطي ب 12 ونص ودي ب 12 ونص. وجبت بقى دي كده بلاستيكه غويطه، جبت لماما واحده لونها زيتوني كده، وانا خدت الحمراء، عجبني اللون ده. دي برضو ب 12 ونص، جبت واحده ليا وواحده لماما.
غويطه كده، قلت اغسل سبانخ ولا حاجه غويطه يعني، ينفع اغسل فيها خضار وانقعه كده شويه، حلو في كده. جبت بقى ايه حاجه تانية، جبت بقى ايه العلب البلاستيك دي. العلب دي جميله قوي بقى. في ايه بقى، احنا داخلين طبعا على اعياد وكده، تاخد بقى كحك وبسكوت، او تعملي معمول وكحك مع بعضه في علبه واحده، او تجمعي الكحك والبسكوت بتاعك في كله في علبه واحده. فانا ايه الحاجات دي هحتاجها بقى في الايام الجايه. جبت دي الحجم الكبير دي كانت ب50 الواحده، وجبت الحجم المتوسط ده. وانا قلت بقى لو عملت كميه بسيطه عشان احنا خلاص ده كل سنه واخواتنا المسيحيين طيبين، خلاص احنا داخلين في اعياد عيد الميلاد المجيد. فانا ايه ناوي اعمل لكم بقى، استنوني في الفيديو الجاي عشان اعمل الكحك والبسكوت لاخواتنا المسيحيين كل سنه وهم طيبين. فانا بقى هعمل المره دي ايه كميات بسيطه، لان انا ما عنديش حد يعني كتير، فقلت اجيب الحجم المتوسط ده للكحك والبسكوت، لما اكون عامله ايه كميه بسيطه يعني. لما اكون عامله كميه كبيره ممكن احطها ايه كلها هنا في عيش، ممكن كده بقسماط اي حاجه. لكن لو كحك مثلا عامله كيلو او نص كيلو ممكن احطه في العلبه دي. دي كانت ب27 ونص في العرض برضو. وجبت بقى ايه العلب جبت 3، جبت من الحجم ده 3، قلت عشان ايه ينفعوني برضو لو في عندي خضار كده ولا حاجه عاملاه، وانا مش بحب اشيل الحلل بتاعت الخضار في التلاجة. يعني انا مثلا بعد ما اخلص الاكل واتبقى اكل عندي، لو سبته على البوتاجاز ممكن يبوظ تاني يوم او يحمض. لا، والحله لو حطيتها ممكن لا تتخرم لا تبوظ برضو. الجرانيت، التيفال، الالومنيا، الحلل بتبوظ من التلاجة وهي فيها اكل. فانا قررت بقى، قلت لما يبقى باقي عندي اكل اجيب علب كده وافضي فيها الاكل. دي بقى الصغيره دي ب 15 جنيه. جبت برضو 3 تنفع لانش بوكس بقى لو عندك ولاد ولا حاجه. جبت 3 اهو. فالعلب بقى دي هتنفعني في التلاجة لما اشيل فيها الاكل، يعني بعد ما اطبخ وكده ويتبقى اكل هشيل فيها بواقي الاكل في التلاجة. والافضل يعني احنا ما نشيلش الحلل في التلاجة، الافضل يعني. وبكده بقى تكون دي مشترياتي والهدايا اللي جات لي، ويا رب اكون ضيفه مش تقيل عليكم وما طولتش عليكم، ويكون مشترياتي عجبتكم. المحل بقى ده ليه فرع عند خفاجه، البلاستيك ده كان من الفرع اللي في الورجان اللي عند خفاجه، اسمه اولاد عجميستا. لكن اللبس انا كنت جايباه من العجمي في وش مدرسه حفصه. مدرسة حفصة او مش عارفة. هو العنوان لو عايزين، لو طالبين العنوان اكتبوا لي وانا اكتب لكم رقم التليفون والعنوان. هي لها صفحة على الفيس، اولاد عجميستا. هي في الهانوفيل على الشارع الرئيسي يعني، امام مدرسة حفصة ومدرسة حد تاني بس مش فاكرة اسمها ايه بصراحة. بس وبعد بقى ما وريتكم مشترياتي النهارده، انا بقى ايه بقى لي فتره كده مش مهتمه بنفسي، وحاسه ان بشرتي تعبانه ومرهقه. ففي كوافيره كده اسمها غرام الليسي برضو، ليها صفحه على الفيس برضو. بس هي مكانها كان في بحري في شارع الحجاري. اختي كانت تعرفها يعني، هي اللي عرفتني عليها عن طريق الفيس. فانا بقى ايه قلت بدل ما اروح بحري، هي جايه لنا هنا في البطاش يوم 24 ويوم 25، يعني النهارده وبكره. يعني انا هنزل لكم الفيديو النهارده ده في نفس اليوم. هي بقى بتاخد مكان كده بتاجره في وش شارع الحنفيه. برضو اللي عايزها يدخل على صفحتها على الفيس، اسمها غرام الليسي. فانا بقى ايه بتبقى موجوده يعني، بتاجر مكان يعني مخصصه النهارده وبكره، عامله عروض برضو لاهالي العجمي وكده. فقلت بقى اروح اعمل تنظيف لبشرتي، عامله عرض جامد قوي بصراحه. الوش والحواجب وتنظيف البشره والباجيكير وتوريد خدود وتوريد شفايف، كل ده ب55. وفي بقى عروض تانية بقى صبغه وحاجات تانية وتركيب رموش وتركيب ضوافر، بس انا مش هعمل كل ده. انا بس حاسه ان بشرتي مرهقه وتعبانه، عشان بقى لي فتره يعني وكده ما مش مهتمه بنفسي. فانا هروح اعمل عندها تنظيف البشره بجهاز كده 12 مرحله. هي كاتبه كده يعني على النت. وانا عارفه المكان، رحت لها مره هنا عندي في البطاش. فالنهارده بقى ايه هخلص الفيديو معاكم وانزله واروح لها. اللي عايز يروح لها بكره كمان، في عامله عروض السبت والحد اللي هي 24 12 و25 12. هروح بقى اعمل العرض اللي هي قالت عليه ده كويس قوي، باجيكير ووش حواجب وتنظيف بشره بجهاز اللي هو 12 مرحله وتوريد خدود وتوريد شفايف، كل ده ب 55 جنيه. بصراحه وشغلها حلو قوي، جربتها قبل كده، واختي كمان مجرباها وبتروح عندها على طول. بس بتروح لها الفرع اللي في بحري اللي هو في شارع الحجاري. فانا قلت بعيد عليا، هي جايه لي بقى هنا اروح لها هنا عندي. بس وبقول لاخواتنا مسيحيين كل سنه وانتم طيبين والف خير. ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم وعلينا يا رب. انتظروني في الفيديوهات الجايه اعمل لكم كحك والبسكوت. ويا رب اكون عند حسن ظن الجميع. وهنا بقى اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. وانتظروني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله تعجبكم. واقول لكم باي باي مع السلامه. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس، اختاروا الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله.
وتوصلي في اللايك وكومنت حلو كده يفرحني ويسعدني. ودلوقتي اقول لكم باي باي، مع السلامه، انتظروني في الفيديو الجاي. باي باي.